الكرام المشاهدات الكريمات، نجدد بكم الترحاب ونتمنىكم في احسن الاحوال. في هذا الفيديو غادي نناقشوا معكم الخرجه الاخيره ديال عبد الرحيم بوعيده البرلماني الاستقلالي المعروف، البرلماني الاستقلالي اللي كان واحد الوقيته في حزب التجمع الوطني الاحرار. حوار مثير داروا مع العمق المغربي، وابرز فكره صرفها في هذا الحوار هو دعوته حزب الاستقلال إلى مغادرة الحكومة. هل يتجه حزب الاستقلال إلى تكرار سيناريو شباط الأمين العام الأسبق للحزب مع حكومة بن كيران في 2013؟ طبعا السياقات تختلف، ولكن سنبدي بشأن هذا الموضوع عددا من الملاحظات الضرورية. قبل ذلك لابد من التأكيد على أن الاشتراك ديالكم مهم، التفاعل ديالكم، التعليقات ديالكم، ابداء الاعجاب، التقاسم، كلها امور تحفزنا على مواصله تقديم الجديد. بوعيده كيقدم لنا واحد المجموعه ديال المبررات لاعطاء مصداقيه لهذه الدعوه ولهذا الموقف الذي عبر عنه. كيقول لنا ثلاثه ديال المبررات اساسيه. كيقول لنا بانه الحكومه ما قدمت حتى شي حاجه للمغاربه، الحكومه اخنوش ما قدمتش حتى شي حاجه للمغاربه، وكيقول بانه الاستمرار في الحكومه بالنسبه لحزب الاستقلال سيؤدي به الى التهلكه، الى الموت، بالنظر الى المشاكل والتصدعات التي عاشها حزب الاستقلال في السابق والتي ادت الى إضعافه، وبالنظر كذلك إلى أن المشاركة في هذه الحكومة ساهمت في تكريس هذه المحدودية في الأداء وهذا الحضور الضعيف لحزب الاستقلال. ومن المرتقب أن يتكرس هذا الضعف إذا استمر في المشاركة في هذه الحكومة اللي ما عندهاش إنجازات يمكن لها تقدمها للمغاربة، إنجازات مقنعة ملموسة معاشة كيعيشوها الناس. الحكومة عندها أرقام، عندها شعارات، عندها برامج، عندها مبالغ في ميزانيات تروج لها، ولكن في الميدان يفند ذلك. كل المعطيات والمؤشرات في الميدان تكذب هذه الحكومة وتجعل من الإنجازات التي تطبل لها وتروج لها إنجازات وهمية. عبد الرحيم بوعيده كيقول لنا بأنه حزب الاستقلال يمني النفس بتصدر المشهد في الانتخابات القادمة ديال 2026 وترأس حكومة المونديال، ولكن إلى مشى في هذا الاتجاه ديال مواصلة المشاركة في الحكومة فإنه لن يتمكن من ترأس حكومة المونديال وتصدر المشهد، بالنظر إلى أن عدد من الملفات تطارد هذه الحكومة وستجعل حزب الاستقلال في موقف حرج وفي وضعية حرجة، وهو يحاول أن يصل إلى هذا المبتغى. التساؤل المطروح والمشروع: واش هاد التصريحات ديال عبد الرحيم بوعيده عندها علاقه بالخرجات الاخيره ديال الامين العام لحزب الاستقلال؟ واش هاد التصريحات ديال عبد الرحيم بوعيده عندها علاقه بمواقف يعبر عنها حزب الاستقلال في الآونة الأخيرة تجاه الأداء ديال الحكومة؟ وشفنا أنه يتجه لأن يأخذ مسافة واضحة بينه وبين هذه الحكومة. بصيغة أخرى، هل تم دفع عبد الرحيم بوعيده للتصريح بما صرح به ولقول ما قاله في هذه الخرجة المثيرة للجدل؟ كلنا شفنا بأن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال دار أزمة في التحالف الحكومي الحالي عندما انتقد موجة الآلاء والأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من المغاربة، وشفناه يتحدث في تجمع في الآونة الأخيرة داروا في ولاد فرج بالنواحي ديال الجديدة عن الغلاء، وكيقول بأنه كاين مشكل في الجشع المرتبط بالناس اللي كيديروا هذا الشيء ديال المواشي واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وحتى البيض، وكينتقد هذا الجشع وكينتقد هاد المضاربين، وهما مضاربين كبار وهو ينتقدهم وهو في موقع المسؤولية، لأنه وزير في الحكومة أخنوش، ووزير وهو في نفس الوقت أمين عام حزب سياسي يشارك في هذه الحكومة.
شفنا كذلك كيهضر على الاختلالات المرتبطة بتدبير ملف استيراد المواشي، وكيقول بأنه هذا الاستيراد رغم أن الناس اللي قاموا بالاستيراد حصلوا على الدعم وحصلوا على الإعفاءات الجمركية، ولكن هذه العملية لم تؤثر بشكل إيجابي على ترويج وبيع الأضاحي في بلادنا. كيهضر على وجود اختلالات واضحة في هذا المستوى، وهنا مكمن المشكل بالنسبة للحكومة أخنوش، وهذا يحرج هذه الحكومة ويحرج أخنوش بشكل أساسي، لأنه ماشي أي واحد كيهضر، ماشي الناس كيهضروا في شبكات التواصل الاجتماعي، وماشي المعارضة كتهضر لأنها تريد أن تسجل أهداف مرمى الحكومة. هذا وزير وهذا حزب مسؤول أول في حزب سياسي يشارك في الحكومة ويتحدث بهذه النبرة ويتحدث بهذه الخطاب ويكشف عن هذه المعطيات. باش نجاوبوا على السؤال المرتبط بالقضية ديال أن عبد الرحيم بوعيدة تم دفعه من قبل قيادة حزب الاستقلال لقول ما قاله، غادي نجاوبوا ونقولوا بأنه من المستبعد جدا، لأن عبد الرحيم بوعيدة معروف على أنه شخصية مستقلة يعبر عن مواقفه ويعبر عن مبادئه، وهو منسجم في التعبير عن هذه المواقف، لأنه منذ البداية وهو ينتقد هذه الحكومة. صحيح أن النبرة ديال الانتقادات ديالو تراجعت في الآونة الأخيرة، ولكنه ظل وفيا لمبادئه ومنسجما مع نفسه ومع قراراته وقناعاته واختياراته، وما عبر عنه ينسجم مع هذه القناعات. يظهر أن عبد الرحيم بوعيدة وجد الفرصة والمساحة أصبحت متاحة بشكل أكبر في سياق هذه الخرجات ديال القيادة ديال حزب الاستقلال، وبدأ يصعد من نبرة خطابه لكي يعود إلى الواجهة، وهذا أمر مشروع ومقبول. حزب الاستقلال للإشارة اختار أن يأخذ مسافة بينه وبين حكومة أخنوش، لكن السؤال اللي طرحه بوعيدة أو الموقف الذي عبر عنه بوعيدة بخصوص دعوة حزب الاستقلال إلى مغادرة الحكومة، هل سيغادر حزب الاستقلال سفينة الحكومة؟ غادي نجاوبوا، غادي نقولوا بأنه كل المعطيات تشير إلى أنه لن يفعل ذلك. فالقيادة ديال حزب الاستقلال تعوزها، القيادة الحالية بالخصوص تعوزها الشجاعة والجرأة لاتخاذ مثل هذه القرارات السياسية الكبيرة، وهي قيادة على ما يظهر يغلب عليها الطابع الانتهازي والمنفعي والمصلحي، وتراهن على الاستفادة من مغانم المشاركة في الحكومة، مع الرهان على الترويج لخطاب المعارضة لاستمالة الناخبين. هذا التوجه غادي يستمر مع حزب الاستقلال طيلة سنة 2025، وسيحتد الأمر مع اقتراب موسم الانتخابات. هذا التوجه بطبيعة الحال سيشوش بشكل أكبر على هذه الحكومة اللي عندها مشكل ديال الإنجاز، وسيؤثر على ما تبقى من عمر هذه الحكومة، وسيطرح مشكل الانسجام بين المكونات ديال هذه الحكومة بشكل أكثر حدة. وحزب الاستقلال سيواصل البحث عن الإمكانيات والوسائل والطرق لأخذ المسافة والتبرؤ من أداء الحكومة لتسجيل أهداف انتخابية ولتحقيق مكاسب انتخابية في أفق تحقيق المبتغى الذي يطمح إليه، وهو تصدر المشهد في الانتخابات القادمة. واش غادي يوصل لهذا المبتغى ولا ما غاديش يوصل له؟ هذا نقاش واحد اخر غادي نرجعوا له في فيديو موالي. حزب البام شفناه بدوره انه كيحاول ياخذ مسافه بطريقه ضمنيه
مع الحكومه الحاليه. شفنا انه كيركز على الدفاع على جوج ديال القطاعات فقط: القطاع ديال فاطمه الزهراء المنصوري الموسيقى الوطنيه للحزب، قطاع الاسكان، ثم قطاع عضو القياده الجماعيه الوزير المهدي بن سعيد، القطاع ديال الثقافه والشباب والتواصل. ما عدا هذين القطاعين فهو لا يتحدث عن القطاعات الأخرى، بل بالعكس فريقه في أو أعضاؤه في البرلمان يوجهون انتقادات حادة لأداء القطاعات الحكومية الأخرى. حزب الأحرار وأخنوش تبعا لهذا التسابق المحموم اللي تصدر المشهد في الانتخابات القادمة سيجد نفسه وحيدا في مواجهة كل الفرقاء تقريبا. غادي يلقى راسو في مواجهة أحزاب المعارضة، وسيجد نفسه أيضا في مواجهة حزب البام وحزب الاستقلال في الحكومة. ولذلك شفنا أن أخنوش في تسريبات إعلامية كيعتبر بأن تصريحات ديال نزار بركة تعتبر ضربة تحت الحزام، وأبدى انزعاجا كبيرا تجاه هذه التصريحات. أخنوش وحزبه مصر وما عندوش خيار آخر، مصر على الترويج لوهم الإنجازات، وهذا فيه تكريس لاستفزاز المغاربة، لأنه ما كايناش إنجازات للأسف الشديد. والحكومة أعضاء ديال التجمع الوطني الأحرار والوزراء ديال التجمع الوطني الأحرار والقيادة ديال الحزب يصرون على الترويج مع ذلك لهذه الإنجازات. شفنا في هذا الصدد الوزير بيتاس يسوق بأن المغرب تحول إلى دولة اجتماعية. واش كاين شي استفزاز أكثر من هذا؟ هي نفس التصريحات تقريبا التي سبق لرئيس الحكومة أن أدلى بها في تجمع عقدته شبيبة الحزب في مدينة أكادير، وبالتزامن مع هذه التصريحات اللي كيقول بأنه المغرب أصبح رياديا على المستوى القارة الإفريقية في مجال تنزيل الحماية الاجتماعية، وأصبح محققا لإنجازات مهمة على هذا الجانب. شفنا بالتزامن مع هذه التصريحات موجة الهروب الجماعي في الفنيدق اللي كانت مثيرة وكانت مسيئة جدا لصورة المغرب وسمعته، واللي كتعبر في الحقيقة على أنه كاين أزمة اجتماعية خانقة تنتشر في أوساط الشباب وحتى الأطفال بوجه خاص. هادو كيشوفوا بأنه كاين انسداد الأفق وما بقى لهم غير يهاجروا بشكل جماعي لبرا. وشفنا كيفاش تفاعلوا مع نداءات مجهولة تم ترويجها في شبكات التواصل الاجتماعي. شفنا كذلك في هذا الصدد أخنوش يروج لأرقام السياحة ويقدم أرقام قياسية للسياحة، لكن المشكل هو أنه ما كايناش نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة لهذه الأرقام. الناس ما كيحسوش بأنه كاين تأثير إيجابي لهذه الأرقام التي تروج لها الحكومة ويروج لها أخنوش والمقربين منه على المعيش اليومي ديال المغاربة. شفنا في هذا الصدد كذلك الملف ديال الزلزال ديال الحوز، الحكومة تركت الساكنة تواجه الظروف الصعبة وعجزت عن تحقيق أي إنجازات ملموسة وحقيقية في برنامج إعادة الإعمار. شفنا عدد من القضايا أثيرت فيما يخص تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة. شفنا مجلات متخصصة تنشر معطيات تخص الثروة ديال أخنوش وأفراد من عائلته، وتشير هذه المجلات إلى أن الثروة ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وشفنا أيضا تقارير ديال مؤسسات الحكامة تشير إلى ارتفاع مؤشرات الفساد. وشفنا كذلك تقارير ديال المندوبية السامية للتخطيط التي تتحدث عن تراجع مهول في القدرة الشرائية للمغاربة. وشفنا المغاربة يشتكون بشكل مفتوح عن
فيما يخص القطاع ديال الصحة والخدمات الصحية في المستشفيات العمومية، وشفنا النسب ديال البطالة وارتفاع ديالها إلى آخره. وهذه كلها مؤشرات تؤكد على أن الوضعية ديال أخنوش والوضعية ديال حزب التجمع الوطني الأحرار ستكون صعبة في الانتخابات القادمة. أخنوش عنده رهان أنه كيحاول يسكت البام وحزب الاستقلال إلى حين اقتراب موعد الانتخابات، ويعتبر بأن الأمر يتعلق بسفينة حكومية على الجميع أن يواصل البقاء فيها إلى حين الموعد الانتخابي. ولكن هاد جوج الأحزاب ما بغاوش يشاركوا في الخسائر الكبيرة التي يتحمل وزرها، ويتجهون لتحميل الخسائر لأخنوش ولوحده، وهو لن يستطيع التنصل لأنه هو الذي يقود هذه الجوقة غير المنسجمة، وسيجد نفسه تبعا لذلك في عزلة يدافع عن مشاريع وبرامج وهمية لا تجر عليه سوى المزيد من غضب المواطنين. وهذا الغضب هو ما تسعى أو ما يسعى حزب الاستقلال بالأساس، ومعه أيضا حزب البام إلى تجنب تبعاته وتداعياته الكارثية. وهذا فيديو آخر إن شاء الله.